السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا قريبين. طبعا شايفين الجو اللي احنا فيه ده، وصوتي باين فيه برد، ويعني الجو صعب جدا جدا. فقلت كده نعمل مع بعض حاجه حلوه تدفينا، وفي نفس الوقت تبقى موفره. ربنا يا رب يعني يمنع عنا الغلاء اللي احنا فيه ده كده، وفي نفس الوقت يبقى فيها فايده كبيره تمنع نزلات البرد اللي عندنا دي. فاحسن حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده حمص الشام. هوريكم النهارده نعمله ازاي بطريقه حلوه قوي كده، ازاي ونوصل للون الحلو ده، وزي ما بنجيبه كده من بره، واحلى وانضف طبعا. عايزه اقول لكم اللي جسمكم بيشكركم على كل نقطه تشربوها من حمص الشام، لان فيه فوائد كبيره جدا جدا جدا. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تقدروا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، وتكتبوا لي كومنت حلو من كومنتاتكم. يلا يا حبايبي، اول حاجه كده جبت معايا الحمص وغسلته ونقيه كويس. لو فيه مثلا يعني واحده كده مش حلوه ولا حاجه، اتخلصي منها خالص واغسليها كده مرتين تلاتة لغايه ما الميه بتاعته تبقى رايقه خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدا ان انا انقعه حوالي 6 ساعات. 6 ساعات في ميه، في ميه عاديه. لو انت مستعجله ممكن 3 ساعات في ميه تكون دافيه. سبته كده 6 ساعات في الميه الساقعه عادي من الحنفيه، وغطيته وسبته على جنب. بعد ال6 ساعات بتوعه مليت الحله بتاعتي ميه، وبدات انزل بيه في الحله زي ما انتوا شايفين كده. حطيت معاه حاجه يا حبايبي، حطيت معاه نص معلقه سكر عشان يسرع لي عمليه التسويه بتاعته. بس كده بعد ساعة تقريبا كان استوى، كان ما شاء الله كده، كان جميل. حطيت له معلقة توم كبيرة زي ما شايفين، القشرة بتاعته خلاص يعني طلعت منه كتر ما استوى. ليه بقى؟ بسبب معلقة السكر، بيخليه طري قوي كده زي اللي بنجيبه من بره. معانا 5 طماطمات بقى ضربتهم في الخلاط، مع واحدة فلفل حمرا كده، اللي هي الفلفل الأحمر الرومي الحلو ده، أو الحار اللي يعجبك على حسب ما انت عايزة. ضربتهم في الخلاط كويس قوي قوي قوي. أنا عن نفسي ما صفيتهمش، وانت عايزة تصفيهم براحتك. هو هيغلي غلوتين بس، ما تزوديش عليه عن كده. غلوة التانية وتدفي عليه بس كده. حطيت له الملح والكمون وشوية فلفل اسود. هي دي توابلنا البسيطة، ولا اكتر ولا اقل، عشان تاخدي الطعم زي بتاع بره. وما تحطلوش صلصة عشان يطلع معاكي باللون الجميل الاورنج ده كده، زيه زي بتاع بره. معنا بقى الليمون والشطة والكمون، حاجة كده يعني دفى دفى يعني. عايزة اقول لكم فوائده جميلة جدا جدا جدا. لسه ما حطيتيش اللايك يا قمر؟ اتمنى ان انت تحطوهولي وتشاركي كمان في القناه عشان كل جديد يوصلكم. يلا بسرعه قوموا اعملوه، ودفوا عيالكم، واملوا الخير كله يا رب. دايما عندكم الخير كله يا رب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.